وانا بسعر المنتج بتاعي. لو المنتج بتاعك مثلا انت جايبه ب 100 جنيه عايز تسعره، اعمل حسابك ان انت هتصرف عليه اعلانات، لازم يبقى فيه من ضمن المصاريف اعلانات. يعني مثلا انا المنتج بتاعي مثلا تكلفته عليا 1000 جنيه، بجيبه من مصدره كده ب 1000، بعد ما بقدم الخدمه والمصاريف ومش عارف ايه وبتاع، تكلفه المنتج عليا بتبقى ب 1100. طيب عشان تبيع بقى المنتج ده، هل انت حطيت هامش للاعلانات عشان المنتج ده يتباع ولا لا؟ طب ازاي احط هامش للاعلانات؟ هل ينفع احط هامش للاعلانات كده من دماغي ولا بعمله ازاي؟ بكل بساطه ببدا مثلا لو انا لسه زيرو لسه بادئ اول مره اعمل بيزنس، ببتدي اصرف مثلا 10000 جنيه اعلانات. نفترض ال 10000 جنيه دول جابوا لي 100 عميل، يبقى كده العميل الواحد واقف عليا في الاعلانات بكام؟ ب 100 جنيه. يبقى انا تكلفه الاعلانات بتاعتي عشان ابيع المنتج الواحد او السيرفيس الواحده كام؟ 100 جنيه. بعد كده وانت بتسعر اعمل حسابك ان في من 100 ل 150 جنيه دول هيتصرفوا اعلانات عشان المنتج ده يتباع. طب المنتج انت بتقول كنت جايبه ب 1000، حطيت عليه تكلفه توصيل ومش عارف ايه و 100 جنيه، هنحط عليه 100 جنيه كمان اعلانات، يبقى كده تكلفه المنتج بالنسبه لك 1200 جنيه. احط بقى البروفيت بتاعي، انا مش هبيعه بالتكلفه دي، احط بقى البروفيت بتاعي 1500 1400 على حسب السوق او على حسب التكلفه. انت دلوقتي عايز تبيع على حسب السوق، تشوف السوق بيبيع بكام وتبتدي ايه؟ تسعر على اساس السوق، تحكم نفسك بايه؟ بالسوق. وده اللي اغلب الشركات بتعمله، بتشوف السوق بيبيع بكام وبيكسبوا كام ويحاول هو ايه؟ يكيف نفسه على سعر السوق. طب لو انت بتقدم ميزه تنافسيه احسن، خدمه عملاء احسن، عامل براندنج اقوى، هل تسعر بالسوق ولا ممكن تعلى؟ لان انا دلوقتي براند، الناس عارفاني، الناس بتحبني، فممكن ايه؟ اعلى عن السوق ويقبلوا ان انا ايه؟ زياده.